الآن عن الفقه القانوني ونظرته للحرية الدينية. بطبيعة الحال هنالك الفقه الدولي القانوني والوطني. سنقوم بمقارنة لهذين التشريعين بغية اكتشاف نقاط التشابه والاختلاف بين رأييهما فيما يخص الحرية الدينية. وسنقتصر على المغرب كنموذج وطني. نبدأ على بركة الله في مبحثنا الثالث بعنوان الحرية الدينية من منظور التشريع الدولي والوطني. سوف نتناول في هذا المبحث مفهوم الحرية الدينية انطلاقا من قراءة فاحصة للنصوص التشريعية الحقوقية الدولية، ثم نتساءل عن حدود هذه الحرية اعتقادا وممارسة في هذه التشريعات الكونية، ثم نقارنها مع ضوابط التشريعات الوطنية مقتصرين على التشريع الحقوقي المغربي. وسنحاول في خاتمة المبحث أن نخلص إلى استنتاج للنقاط المشتركة وتلك المتفردة بين المنظومتين الحقوقيتين أي المغربية والعالمية فيما يخص حق الاعتقاد من جهة وحق الممارسة أي ممارسة الشؤون الدينية من جهة أخرى. المطلب الأول: الحرية الدينية من منظور حقوقي عالمي. أولا، مفهوم الحرية الدينية في النصوص التشريعية الحقوقية الدولية. لفهم المبدأ الذي تنطلق منه هذه التشريعات العالمية لتحديد قوانين تضبط حرية التدين، سنقوم بتفحص ديباجات بعض النصوص الدولية لكونها أي الديباجات تختزن الرؤية والمنطلقات الفكرية والفلسفية للحقوق المتضمنة في البنود. فنجد مثلا أن إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائم على الدين أو القناعة، هذا الإعلان الدولي هو إعلان اعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد نص في ديباجته أن الدين أو القناعة يشكلان بالنسبة لمن يعتنقهما أحد العناصر الأساسية في تصور الشخص للحياة. ولهذا يضيف الإعلان أنه يجب أن تحترم وتضمن بصورة كاملة أي هذه الديانة أو القناعة. لكنه زاد إلى هذا السبب النفسي أي أهمية الدين لمعتنقه سببا براغماتيا آخر، وهو أن ازدراء حق التدين هو أصل للحروب والمعاناة التي تلحق بالإنسانية، كما أن ضمان حرية الدين يسهم في تحقيق أهداف السلم العالمي. لقد أصل هذا الإعلان العالمي لحق التدين تأصيلا سيكولوجيا واجتماعيا، ونص على أهميته وقدسيته من هذا الباب. لكن ميثاق آخر لدينا الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد قارب مفهوم حرية التدين من منطلق اجتماعي بحت. ففي فترة الاستقلال والانعتاق للدول الإفريقية كان الشغل الشاغل هو مكافحة التمييز والاستغلال وما إلى ذلك. لهذا جمع هذا الإعلان بين التدين والعرق في مرتبة الأولويات، مرتبة واحدة كأحد مظاهر الهوية للجماعات البشرية. أما فيما يخص المواد والبنود فنجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد فصل في هذا المفهوم يعني الحرية الدينية، فاعتبرت مادته 18 أن الحرية الدينية تشمل فضلا عن حرية الاعتقاد حرية تغيير الدين أو القناعة وحرية إظهارها بشكل فردي أو جماعي ومن خلال الممارسات والوسائل الطقوسية. تحدث هنا عن الحرية الاعتقاد وحرية الممارسة. بينما يضيف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو إعلان دولي كذلك في مادته 18 أيضا حق الحماية من الإكراه في تبني دين أو قناعة لم يخترها الشخص.
يتضح مما سبق أن التشريع الدولي لا يعترف بالحدود فيما يتعلق بحرية الاعتقاد، أي أنه يعتبر حرية الاعتقاد حرية مطلقة، إما إيجابا بتبني أفكار أو معتقدات جديدة، أو سلبا بحق التخلي عنها أو تغييرها، بل إنه يضمن كذلك حق استمرار هذا الاعتقاد للأجيال اللاحقة عن طريق تقرير حق الآباء في تربية أطفالهم وفق قناعاتهم الدينية والأخلاقية. لكن وعلى العكس مما سبق، سنرى أن ممارسة الطقوس النابعة من القناعات الدينية لا تتمتع بالحرية اللامحدودة نفسها حين يتعلق الأمر بالتدين وممارسة الطقوس، إذ يفرض الواقع وخصوصا الظروف الأمنية والاقتصادية بل حتى الصحية والاجتماعية أيضا يفرضون بعض القيود التي تحد من ممارسات المتدينين. فهل لهذه القيود حدود قانونية واضحة، أم أنها تخضع لتأويلات غامضة قد تصب في مصلحة التقييد على المتدينين أو على معتنقي دين محدد معين؟ ثانيا، قيود ممارسة الحرية الدينية في التشريعات الدولية. فيما يتعلق بقيود ممارسة الحرية الدينية، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذا الإعلان الدولي، في مادته 18 يجعلها محكومة بشروط حماية الأمن والنظام والصحة العامة والأخلاق وحقوق الغير وحريته الأساسية، بمعنى أن هذه هي الشروط أو الضوابط التي قد تحد من ممارسة الحرية الدينية أو من إظهارها، رغم أن هذا القيد الذي ذكرناه سابقا يبدو في ظاهره خاضعا لمنطق الأولويات، إذ أن الأمن العام والنظام إذا اهتز لا تكون هناك إمكانية أصلا لممارسة الطقوس الدينية، إلا أن إمكانية تأويل هذا النص قد تمكن من سوء تطبيقه، بل ومن إفراغه من مضمونه وهدفه الأساسي. فما حدود مفهوم حماية الأمن والنظام، وخصوصا ما حدود مفهوم حقوق الغير وحريته الأساسية؟ وهل يعتبر في هذا السياق انتقاد ديانات الآخر أو الغير ضمن ما عبر عنه بما يحد من حقوق الغير وحريته الأساسية؟ إن هذا النص قد يكون مادة للتأويل المتعسف التي من شأنها أن تفرغه من مضمونه، الشيء الذي قد يسهم في التضييق على حرية التدين تحت ذريعة الامتثال لشرعية تشريع عالمي. المطلب الثاني، الحرية الدينية في التشريع الوطني. نبدأ أولا به كما ذكرنا التشريع الوطني نقصد به المغرب فقط ولم نقم بمقارنة مع الدول الأخرى. أولا، سمو القوانين الدولية على التشريعات الوطنية. هنالك مبدأ يقول أن القوانين الدولية هي سامية أو أعلى من التشريعات الوطنية، لكن هل هذا صحيح على إطلاقه؟ رأينا في الفقرات السابقة كيف أن المواثيق الدولية تضمن حرية الاعتقاد بشكل مفتوح ومطلق، لكنها تقيد ممارسة الطقوس بضوابط محددة. فهل سنجد الأمر نفسه في التشريع المغربي؟ قبل ذلك يجب تحديد العلاقة التي تربط المواثيق الدولية بالقانون المغربي، وهل يلتزم النص التشريعي المغربي بحرية الضمير والاعتقاد، أي حرية التدين أو لا تدين على إطلاقها؟ يعني هل يلتزم النص التشريعي المغربي بحرية الضمير والاعتقاد على إطلاقها ويكتفي بتقييد الممارسة كما يفعل القانون الدولي، أم يقيدها بقيود محددة، يعني الممارسة وحرية الضمير؟ وما هي حدود ممارسة الشأن الديني في المغرب؟ للإجابة كما بدأنا سوف نتطرق إلى ديباجة الدستور المملكة، لأنه هو الذي يفتح يوضح فلسفة هذا الحق. جاء في ديباجة دستور المملكة المغربية 2011 أن القوانين الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، ودعا إلى ملائمة هذه القوانين، يعني قوانين الوطنية، معها يعني مع
القوانين الدولية، لكن هذا السمو مقيد بمجموعة من الإجراءات ومحاط بسقف أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها التي تعتبر الدين الإسلامي من بين مكوناتها. تقول الفقرة المقصودة من الديباجة: جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، جعلها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. مما سبق يتضح أن سمو القوانين الدولية لا يرسم بالضرورة تراتبية واضحة، تراتبية يعني بين القانون الدولي والقانون الوطني المغربي، بل يقيد هذا السمو للقانون الدولي بنطاقات محددة. هذا الأمر يوحي بأن حرية الاعتقاد المطلقة في التشريعات الكونية لا تجد لها صدى في النص القانوني المغربي، لأن منطوق النص الدستوري السابق يحدد سقف العلاقة ألا يتعارض مع الهوية، ولأن هوية المملكة تتمثل في ديانة واحدة للدولة، فإن الاعتراف بحرية الضمير، حرية الضمير هنا ليس الممارسة فقط الاعتقاد، فإن الاعتراف بحرية الضمير بجانبها الفكري على الأقل لا يتماشى، إذا لم نقل يتناقض مع ما يوحي به هذا التعبير القانوني. فهل يوضح المشرع المغربي هذا اللبس ويجيب عن سؤال مشروعية حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الطقس الديني بشكل لا لبس فيه؟ سوف نبحث عن إجابة لهذا التساؤل عبر استقراء النصوص القانونية المغربية التي تتطرق إلى الحقل الديني في المغرب. في الجانب الثاني حدود حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في التشريع المغربي. تقدم المملكة المغربية نفسها كدولة إسلامية يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكانة الصدارة، إذ كما ذكرنا سابقا تنص ديباجة الدستور التي تعتبر جزءا من الدستور أن المملكة المغربية دولة إسلامية، ويقول أيضا كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها. هذا التعبير الذي جعل من الدين مركزا للهوية المغربية قيدت حدود هيمنة الدولة على الدين فيه مادة في الفصل الثالث من الدستور، أي أن هنالك تقييدا لهذا المفهوم العام، إذ أكدت على أن حرية ممارسة الشؤون الدينية بل أكثر من ذلك هي مضمونة، بل أكثر من ذلك اعتبرت الدولة نفسها ضامنة لهذه الحرية. اعتبرت الدولة نفسها أي هذا البند اعتبر الدولة نفسها ضامنة لهذه الحرية. وجاء الفصل 41 بطبيعة الحال من الدستور الذي ربط ضمان حرية الممارسة الدينية بشخص الملك نفسه، أي أن العاهل المغربي الذي من مهماته حماية دين الدولة يعطيه هذا الفصل من الدستور مهمة ومسؤولية ضمان حرية الأفراد في ممارسة الشؤون الدينية. هنا يبرز التساؤل: أما إذا كان تعبير ممارسة الشؤون الدينية يشمل ممارسة شؤون مختلف الأديان أم شؤون دين الدولة فقط أي الإسلام؟ إذ أن تعبير ضمان حرية الأفراد في ممارسة الشؤون الدينية يوحي بحرية مطلقة في تبني أي دين وممارسة شؤونه. لكن نفس الفقرة المذكورة سابقا من الديباجة قد تجيب على الإشكال وتحدد المقصود من كلمة الدينية، فباعترافها بالمكون العبري في منطقها ربما يحدد مقصود الديانتان المكونتان للهوية المغربية فقط، أي اليهودية والإسلام، يعني هما المقصودتان بحرية الممارسة الشؤون الدينية. كما نجد جلالة الملك محمد السادس يحدد بوضوح الدين أو الديانات المقصودة، فيقول في خطاب له بعد زيارة بابا فرانسيس، بالمناسبة فإن الخطاب الملكي ليس مجرد كلام ولكنه بمثابة قوانين، بصفتي أمير المؤمنين فإنني مؤتمن على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، وهنا المقصود وأنا أمير جميع المؤمنين،
من كل الديانات. لكن هل ما سبق يعطي الحق في التأويل بالقول إن المغاربة من كافة الديانات مقصودون بهذه الحرية في ممارسة الشؤون الدينية؟ إذ يعترف الملك بوجود غير المسلمين في نفس الخطاب قائلا: وبهذه الصفة لا يمكنني الحديث عن أرض الإسلام وكأنه لا وجود هنا لغير المسلمين، فأنا الضامن لحرية ممارسة الديانات السماوية. هذا الخطاب باعتباره نصا قانونيا تفسيريا يعترف صراحة بغير المسلمين ويشملهم بضمان حقهم في ممارسة دياناتهم في المغرب. لكن تأتي الفقرة الموالية لتشرح بالتفصيل أن الديانة المعترف بها بالنسبة للمغاربة هي اليهودية مع الإسلام فقط، لأن الخطاب أكد على أن هوية المتدينين المسيحيين المقصودين بضمان ممارسة طقوسهم هم المسيحيون الأجانب وليس المغاربة، فيقول: وأنا المؤتمن على حماية اليهود المغاربة والمسيحيين القادمين من الدول الأخرى الذين يعيشون في المغرب. وكخلاصة شاملة لكل ما سبق، فإن التشريع المغربي رغم أنه يضمن حماية للاعتقاد وممارسة الديانات السماوية الثلاث، إلا أنه لا يعترف بعقيدة للمغاربة غير الإسلام واليهودية. لكن هل يصل عدم الاعتراف بهذا التشريع لكن هل يصل عدم الاعتراف هذا بالتشريع المغربي إلى منع أو تجريم اعتناق العقائد الأخرى أو حتى التضييق عليها بالنسبة للمغاربة؟ للإجابة عن هذا التساؤل سنستقرأ النصوص القانونية المتعلقة بالتدين في مختلف المدونات القانونية والتشريعية المغربية. في بند ثالث: معاقبة الممارسات ذات الصلة بالتدين واللادينية. في النص القانوني الجنائي وغيره نجد تجريما واضحا وعقوبة لفعل الحض على تغيير الدين الإسلامي، الحض، وعقوبة لممارسة الإفطار العلني في رمضان، كما نجد عقوبة للإساءة للدين الإسلامي. تقريبا هذه هي التي وجدت في القوانين التي لها علاقة بالتدين أو بالاعتقاد. فهل هذه العقوبات ترتبط بحرية الاعتقاد وحرية الممارسات الدينية، أم أنها تؤثر على هاتين الحريتين دون أن تستهدفهما مباشرة؟ نبدأ أولا بعقوبة زعزعة عقيدة مسلم. يذكر الفصل 220 من القانون الجنائي عقوبة للأشخاص الذين يستعملون العنف والتهديد أو وسائل الإغراء للتأثير إما على العقيدة أو على الممارسة، فيقول: من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو لمنعهم من ذلك يعاقب بالحبس كذا وكذا، ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو استغلال مؤسسة التعليم وما إلى ذلك. فالعقوبة هنا لا تبدو أنها تتحدث عن الشخص الذي ربما غير عقيدته، يعني هنا نهضر على حرية الاعتقاد غير مقصود بهذا البند أو هذه المادة من القانون الجنائي، بل عن الشخص، يعني تتحدث هذه العقوبة عن الشخص الذي أثر فيها لتغييرها أو لتغيير ممارستها أو لممارستها بشكل مغاير. إن حرية تغيير العقيدة سواء بالتأثر أو غيره هنا غير مشمولة بالنص لا إيجابا ولا سلبا، بل حتى الفعل الجرمي هنا مختلط مع الممارسة التي تتسم بالعنف أو التهديد. ما عارفين وش المقصود هنا بالفعل الجرمي، وش الممارسة اللي تتسم بالعنف، لأن العنف هو جرم في حد ذاته، أو فقط الحض على تغيير العقيدة، وهذه الممارسة لوحدها تعتبر جرائم. فهل الفعل المجرم هو محاولة تغيير عقيدة المسلمين أم استعمال العنف والإكراه؟ تجيب الفقرة الثانية عن هذا السؤال، حيث تعتبر وسائل الإغراء التي هدفها زعزعة عقيدة المسلم هي الأخرى تكيف كجريمة.
يعني كنا نهضروا على العنف، دابا حتى وسيلة الإغراء حتى لم تكن عنفا فهي جريمة، وبالتالي فالقصد الجنائي على ما يبدو يتعلق بالهدف التبشيري. وعلى كل فهذا النص لا يجيب على سؤالنا السابق حول تجريم القانون المغربي لتغيير العقيدة، وقد يعد نوعا من التقييد على ممارسة التبشير، يعني ممارسة الدين. هنا كاين تقييد، مثل المسيحيين التبشير هو بالنسبة لهم ضرورة دينية، فهذا النص قد يعد نوعا من التقييد على ممارسة التبشير الذي قد تعتبره بعض الديانات من أساسيات الممارسات الطقوسية. النقطة الثانية أو الحالة الثانية حالة تجريم الإفطار العلني في رمضان. هنالك نص آخر يتحدث عن عقوبة الإفطار العلني، لكنه لا يربط ذلك عقيدة مخالفة للشخص المعاقب، يعني ماشي ضروري يكون غير مسلم، لا بل لهذا فهذا النص يؤكد على وجوب كونه مسلما، يعني يتعلق فقط بالمسلمين وليس الذين غيروا ديانتهم حين ممارسة مخالفة الإفطار حتى تشمله العقوبة. فهذا النص لا يفيد للإجابة صراحة عما إذا كان تغيير العقيدة أمرا مخالفا للقانون المغربي، لكن في نفس الوقت يجعل ممارسة عقائد أخرى أو مستلزمات لا دينية أمرا مجرما بواقع الحال لا بنص واضح، بمعنى أن المغربي الذي لا يدين بدين الإسلام في المغرب ولا باليهودية لا يمكن أن يشمله حق الإفطار الذي يشمل اليهودي المغربي أو المسيحي غير المغربي، كما يستفاد مما سبق من النصوص، لأن شرط العقوبة يقول إنه يعرف عنه أنه مسلم. وهذه جملة فضفاضة ربما لأنها تنتمي إلى مفاهيم فترة الاستعمار، حيث جاءت العبارة للتمييز بين المغاربة المسلمين والمغاربة اليهود، فقال يعرف عنه أنه مسلم. جيم الإساءة إلى الدين الإسلامي. من المعروف أن تهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي تجلب عقوبة وفقا للقانون الجنائي، لكن السؤال الذي نناقشه منذ البداية هو: هل هذا التجريم يتعلق بتغيير العقيدة أم بممارسة عقيدة ما أو التخلي عن العقائد ككل كاللادينية؟ باستقراء لبعض الحالات التي تعرضت لهذا الزجر، وخصوصا حالة المواطنة المغربية ابتسام لشقر التي نشرت عبارات مسيئة للذات الإلهية وعوقبت وفق هذا القانون الجنائي، إضافة إلى الحالات الأخرى، هنالك العديد من الحالات تخلص إلى أن المشترك بينهم أن الفعل الجرمي الموحد لا علاقة له بالعقيدة الشخصية لمرتكب هذه المخالفة، بمعنى أنهم لم يؤاخذوا لكونهم لا دينيين، بل لكونهم ارتكبوا خدشا في رمز الهوية المغربية أي الإسلام. وهذا ما يشرح سبب اضطراد ذكر الإساءة للإسلام مع الإساءة للنظام الملكي في أغلب القوانين، خصوصا في الدستور أو في القانون الجنائي، أي إن هذه التوابث تؤثر في السياسة والنظام العام ولا علاقة لها بمعتقد الشخص بالضرورة. آخر نقطة قبل الخلاصة هي قانونية فتوى صدرت للمجلس العلمي حول الردة. سنتساءل إن كانت تنتمي إلى القانون، على اعتبار أن الفتوى يمكنها أن تسلك مسالك قانونية، لكن بعد غياب واضح لتجريم تغيير العقيدة في التشريع المغربي لا بد أن نشير إلى واقعة فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الردة التي كادت أن تتلبس بلبوس قانوني لولا أن وزارة الأوقاف ردت صراحة بأن الأمر يتعلق برأي وليس بفتوى، ما ينزع عنها كل صفة إلزام قانوني ويعتبرها خارج نطاق دراستنا اليوم. خلاصة: من كل ما سبق وباستحضار السؤال المحوري عن رأي المشرع المغربي في الحرية الدينية اعتقادا وممارسة، يتبين أن القانون المغربي رغم أنه لا يعترف صراحة بعقيدة مغايرة للمواطن المغربي ما عدا اليهودية أو الإسلام، إلا أنه لا يجرم صراحة فعل تغيير العقيدة. وعلى مستوى الممارسة، فرغم أنه مطط الحرية الدينية لتشمل حتى غير المغاربة المسيحيين، إلا أنه يجرم ممارسة التبشير سواء بالإكراه أو بالإغراء.